والله انا ما بقيت فاهم حاجه. الواحد مننا تلاقيه وهو فوق غرق خالص، وفجأة تلاقيه عمر فرج فسخ عقده مع نادي الزمالك. ومحمود بنتايج برضه فسخ عقده مع نادي الزمالك. انا ايه اللي مشاني وراك؟ ايه اللي مشاني وراك؟ ما انا كنت في حالي، فقرتني وجبت لي الفقر. والنادي الاهلي رايح يتعاقد مع لاعب جزن النعمات. يعني احنا يا اهلي قلنا خلاص الاهلي اتنازل على وسام ابو علي ومشى وسام ابو علي، تقوم تجيب لاعب زي ده؟ احنا طمعانين في قامة وعقصك علينا. في ايه يا صديقي؟ يا ريت حضرتك تقرم علينا وندينا فرصة تانية. ده انت عاوز ترعب الدوري بقى ومعاك فلوس تدفع؟ ده حتى اخوان بزيرة وكيلو انظر الزمالك لو ما دفعتوش الفلوس هو كمان هيفسخ عقد. ده جيل ايه الاسود ده اللي كله عايز يهج ويسافر؟ اسفرك فين يا وحيد؟ هو الزمالك رايح على فين بالظبط؟ تحس ان الانديه كلها ماشيه لقدام ما عدا نادي الزمالك هو اللي بيرجع للخلف. عشمني بيه وغدر بيا. هو مين ده؟ حببني فيه وسابني يما. وطي صوتك. نادي الاهلي ماشي لقدام والزمالك ماشي لورا، محدش فاهم حاجه. بصراحه شديده الاهلي شدت حلو قوي، صفقات وفلوس، مفيش ايقاف قيد، الدنيا حلوه، عنده لعيبه، عنده فلوس يا حلاوه. الزمالك بقى خد عندك 6 قواضي، ايقافات قيد، لعيبه بتفسخ عقدها. ده احنا لسه ما شفناش الباقي، ده احنا شفنا لحد دلوقتي عمر فرج، محمود بنتايج، ولسه بقى هنشوف الباقي. ده لسه اخوان بزيرة ممكن في لحظه تلاقيه هو كمان فسخ عقده. عمرك شفت نادي في الدنيا بيمر بالمشاكل والازمات اللي بيمر بها نادي الزمالك؟ تروق كده وتهدى وما تقرفناش معاك، لان احنا اساسا قرفانين ومخنوقين. احنا بذمتك انت شفت كده قبل كده؟ ولا هتشوف، لان الزمالك ما فيش زيه بس ما عندوش فلوس. الزمالك بيعمل لعيبه ومدرسه فعلا، واللعيبه اول ما بتتشهر وبتتعمل وبيبقى لها اسم بتودع الزمالك ما بتسميش. كل اللعيبه اللي فسخت عقدها مع نادي الزمالك اصلهم مش معروف، والزمالك اللي عملهم. تيجي دلوقتي تفسخ عقدك؟ هنتكلم بجد شويه بصراحه شويه. فعلا انا لو بلعب في نادي ما ادانيش فلوسي لازم اسيبه وامشي يا جدع، لو برشلونه حتى. بس الاهلي غير. والله ما انا عارف اقول ايه يا جماعه، مش هقول ربنا يكون في عون جماهير نادي الزمالك، ان الصدمه شديده وكبيره ولسه اللي جاي اكبر واكبر. الواحد خايف ان الاهلي ياخد حسام عبد المجيد وياخد محمود بنتايج، مش بعيد ياخد عمر فرج هو كمان، ده تبقى كملت. الموضوع كبير يا جماعه، ونادي الزمالك في ازمه كبيره جدا. والله انا ما بقيت فاهم حاجه. الواحد مننا تلاقيه وهو فوق غرق خالص، وفجأة تلاقيه عمر فرج فسخ عقده مع نادي الزمالك. ومحمود بنتايج برضه فسخ عقده مع نادي الزمالك. انا ايه اللي مشاني وراك؟ ايه اللي مشاني وراك؟ ما انا كنت في حالي، فقرتني وجبت لي الفقر. والنادي الاهلي رايح يتعاقد مع لاعب جزن النعمات. يعني احنا يا اهلي قلنا خلاص الاهلي اتنازل على وسام ابو علي ومشى وسام ابو علي، تقوم تجيب لاعب زي ده؟ احنا طمعانين في قامة وعقصك علينا. في ايه يا صديقي؟ يا ريت حضرتك تقرم علينا وندينا فرصة تانية. ده انت عاوز ترعب الدوري بقى ومعاك فلوس تدفع؟ ده حتى اخوان بزيرة وكيلو انظر الزمالك لو ما دفعتوش الفلوس هو كمان هيفسخ عقد. ده جيل ايه الاسود ده اللي كله عايز يهج ويسافر؟ اسفرك فين يا وحيد؟ هو الزمالك رايح على فين بالظبط؟ تحس ان الانديه كلها ماشيه لقدام ما عدا نادي الزمالك هو اللي بيرجع للخلف. عشمني بيه وغدر بيا. هو مين ده؟ حببني فيه وسابني يما. وطي صوتك. نادي الاهلي ماشي لقدام والزمالك ماشي لورا، محدش فاهم حاجه. بصراحه شديده الاهلي شدت حلو قوي، صفقات وفلوس، مفيش ايقاف قيد، الدنيا حلوه، عنده لعيبه، عنده فلوس. يا حلاوه. الزمالك بقى خد عندك 6 قواضي، ايقافات قيد، لعيبه بتفسخ عقدها. ده احنا لسه ما شفناش الباقي، ده احنا شفنا لحد دلوقتي عمر فرج، محمود بنتايج، ولسه بقى هنشوف الباقي. ده لسه اخوان بزيرة ممكن في لحظه تلاقيه هو كمان فسخ عقده. عمرك شفت نادي في الدنيا بيمر بالمشاكل والازمات اللي بيمر بها نادي الزمالك؟ تروق كده وتهدى وما تقرفناش معاك، لان احنا اساسا قرفانين ومخنوقين. احنا بذمتك انت شفت كده قبل كده؟
ولا هتشوف، لان الزمالك مفيش زيه بس ما عندوش فلوس. الزمالك بيعمل لعيبه ومدرسه فعلا، واللعيبه اول ما بتتشهر وبتتعمل وبيبقى لها اسم بتودع الزمالك ما بتسميش. كل اللعيبه اللي فسخت عقدها مع نادي الزمالك اصلهم مش معروف، والزمالك اللي عملهم. تيجي دلوقتي تفسخ عقدك؟ هنتكلم بجد شويه وبصراحه شويه. فعلا انا لو بلعب في نادي ما ادانيش فلوسي لازم اسيبه وامشي يا جدع، لو برشلونه حتى. بس الاهلي غير. والله ما انا عارف اقول ايه يا جماعه. مش هقول ربنا يكون في عون جماهير نادي الزمالك، ان الصدمه شديده وكبيره ولسه اللي جاي اكبر واكبر. الواحد خايف ان الاهلي ياخد حسام عبد المجيد وياخد محمود بنتاي، مش بعيد ياخد عمر فرج هو كمان، ده تبقى كمل. الموضوع كبير يا جماعه، ونادي الزمالك في ازمه كبيره جدا.